يا سلام عليكم، أخباركم إيه؟ كلام النهاردة من كتاب أسرار عقل المليونير. بيقول فيه إن معظم الناس بتخاف تكون أغنياء لسبب معتقدات موجودة في خيالهم، معتقدات هم مصدقينها كويس أوي. المعتقدات ديت بتقول إن أنا لو أنا معايا فلوس كتير هحتاج إن أنا أبقى معايا معين محامي، معين محامين، معين استشاريين، ناس تساعدني إن أنا أحافظ على الفلوس بتاعتي دي. فهضطر إن الناس اللي أنا أعينهم دولت هيبقوا شغالين عندي، هيبقى في مرتبات ياخدوها، وفي نفس الوقت هيبقوا بيدلوني على الاقتصاد، ازاي ان انا اشتغل في حاجات فيها اقتصاد عشان اقدر اطور في فلوسي واكبر فيها اكتر. فبيبقى الفقير ده حاسس ان الغنى بالنسبه له هيخليه يبقى في مرحله كلها مجهود بدني ومجهود عقلي ومش عارف يرتاح، وكل حاجه جايه حمل عليه بسبب ان الفلوس دي مش جايبه له السعاده، بسبب ان الفلوس ديت مخليه طول الوقت بيشتغل كتير وطول الوقت بيعمل فلوس. فطول الوقت انا مضغوط وطول الوقت انا بحاول ان انا اجري واعافر عشان اقدر اعمل فلوس. فبيبقى الموضوع بالنسبه لي مجهود كبير. عشان كده معظمهم بيخاف ان هو يبقى غني، معظمهم بيقول لك لا خليني في الراحه احسن، في الثبات اللي هو ان انا راجل موظف وان انا راجل ما افكرش ان انا اكبر من نفسي، ما افكرش ان انا اكبر من دخلي. فده بيبقى بيخلي عقليه الغني تبقى عقليه الفقير تبقى زي ما هو بمعتقداته اللي هو شايفها ان هو راجل فقير، وان هو راجل عشان يوصل للغنى بيحتاج منه وقت كبير ومجهود كتير ووقت يفضل طول الوقت شغال وطول الوقت بيعافر عشان يبقى غني. ولكن بيخاف لان عارف ان في ناس هتبقى شايفاه ان هو خزينة فلوس، بيقربوا منه علشان يستلفوا منه فلوس، بيقربوا منه عشان عارفين ان هو هيعمل لهم المشروع ده وهيمول لهم الفلوس دي لان هو معاه فلوس كتير. فهيبقى شايف ان الناس كلها مقربة منه عشان خاطر مصلحتهم، وفي نفس الوقت هو حاسس ان الفلوس دي شيء مقابل شيء. انا عشان يبقى معايا فلوس كتير هبقى لازم اخسر حاجه صحيا عشان يبقى معايا فلوس، او لازم اخسر مثلا حد من اقاربي، او لازم يبقى مثلا بطريقه غير قانونيه، او اشياء من القصص دي. مش عارف ان الفلوس دي نعمه تسهل عليه حياته كلها وتوفر عليه كتير في حياته. الغني بيبقى عارف ان الفلوس دي نعمه من ربنا مديها له عشان يطور من نفسه ويكبر ويبقى عنده شجاعه اكتر واكتر ان هو يضيف حاجه في المجتمع ويضيف شيء يبقى فيه فايده للناس كلها. فالغني عارف ان هو لازم يبقى غني علشان اهله واقاربه واللي حوالين منه، وان هو يقدر يعمل نفع في الارض ويقدر يعمل حاجات كتيره فيها مساعدات للناس. من غير انك انت تبقى غني هيبقى الموضوع مش كويس، مش حلو، هتلاقي نفسك محتاج. فنظريه المحتاج دايما فلوسه بتبقى قليله، مش عارف يساعد نفسه ولا يساعد اللي حواليه. فالعقليه اللي احنا بنفكر فيها لو عقليه فقير هتخليك بتبقى خايف تخطي خطوه النجاح، انك تبقى ناجح وتبقى غني. عقليه الغني بيفكر دايما ان هو يكبر نفسه ويكبر شغله ويبقى عنده مصدر واثنين وثلاثه كلهم بيجيبوا له دخل، وفي نفس الوقت بيعرف يطلع صدقات وبيعرف يعمل نفع لناس كتير وبيشغل ناس كتير، ويبقى الموضوع معاه بالنسبه له متعه، طول الوقت طول الحياه متعه. فده من الفروقات اللي ما بين واحد غني وواحد فقير. العقليات اللي احنا الموجوده، المقتنعات القناعات اللي موجوده في خيالنا، ربنا خلق لنا الكون ده كل حاجه بتفكر فيها بتجذبها لنفسك. فلما بتجذب لنفسك افكار تخوفك من الغنى فمش هتبقى غني. لما تجذب لنفسك افكار بتساعدك انك تتعلم وتكبر وتنمو ويبقى عندك دخل بزياده يزيد، فافكارك دي هتساعدك انك تكبر اكتر، تعمل مشروع تشغل فيه ناس حوالين منك كتير، فبتفتح بيت واثنين وثلاثه. فده بيختلف من عقليه واحد بيطور من نفسه وبيطور من شغله وبيكبر اكتر، ما بين واحد تاني خايف انه يبقى غني عشان هو ما عندوش الشجاعه انه يقدر يدير الفلوس اللي عنده دي كلها. فبالتالي خوف الناس ان هي تبقى غنيه بيخليهم زي ما هم فقراء، وشجاعة الناس ان هي تبقى غنية بيخلوهم يزيدوا في الغنى ويكبروا ويطلعوا اكتر واكتر. عشان كده في قلة قليلة قوي من الناس بتبقى اغنياء، وقلة كبيرة وعدد كبير جدا جدا من الناس ما بتبقاش اغنياء بسبب افكارهم في دماغهم وخوفهم من ان هو يخط تجارب تخليه يفشل ومش عايز يفشل وخايف من الفشل. لا، الناجح هو اللي بيبقى حابب يبقى ظاهر في النجاح، يبقى حابب دايما يبقى في المقدمة، يبقى حابب دايما يبقى هو فعل، يبقى هو اللي بيقيم المشروع، والمشروع ده بيجيب له دخل كبير قوي. وده كان كلامنا النهارده بخصوص اسرار عقل المليونير. فكر دايما انك انت تكون الرجل الغني، الرجل اللي معاه السلطه، اللي بيقدر يتحكم ويقدر يحكم ويقدر يخلي في كل حاجه في سعاده في حياته وفي اللي حوالين منه. وده كان كلامنا النهارده. لو عندك اي كومنت ولا اي حاجه تقدر تبعت لي وهرد عليك.